السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية أحييكم بها أنا أخوكم بالله أبو الليل. شباب، البارح كنت قاعد عند أحد أصدقائي، فبالصدفة كان في هناك شخص ثاني جالس معانا، فصديقي يسأله قال له ما أنك ناوي تسافر؟ قال له بلى والله بس محتار بين أطلع على ألمانيا ولا أطلع على الجزائر. فأنا بعفية قلت له لا، على الجزائر ما بي فيز للسوريين. قال لي لا، أنا معي جنسية تركية، يعني سوري معه جنسية تركية. سبحان الله، لما قال لي هيك أنا بعرف الجزائر ما تفيز للسوريين ولا المغرب وحتى الصومال الجايفة مجيفة ما تقبل السوريين اللي فيزوا، وعم ترفض كل الفيز، عم تجي رفض. الصومال نعرف الأمور هاي، بس الأمور المؤلمة إنه التركي اليوم يحق له يدور العالم العربي من بابه المحراب بدون لائحة ولا دستور، بدون لا فيزا ولا من يحزن. أما احنا كسوريين ممنوع حتى تفييز، ما يفيز إلا، مو ممنوع بس، مو انه لا الا بفيزا، لا حتى تفيز ما يفيز. سبحان الله، فهذا بلد عربي ومسلم يسوي مسلم. ما اعرف ليش سبحان الله هاي النظرة للسوريين، النظرة السلبية، النظرة السلبية، مع ان السوريين شعب واعي وشعب مفتح وشعب على كل حال. يعني ما نستغرب. طبعا انا اتكلم عن الجزائر وعن العرب بشكل عام كحكام كأنظمة، انا لا اتكلم عن الشعوب بالعكس، الشعوب العربية والاسلامية تنحط على الراس، والله تنحط على الراس في مواقف كثيرة ترفع لها القبعة. انما اتكلم عن انظمة، يعني ما تستقبل السوري ليش؟ السوري ارهابي؟ لا، لانه انت عبد لاسيادك، مشغلك الاكبر منك هو اللي يملي عليك الاوامر، ولانه بالمرتبة الثانية انت بدون لا ضمير ولا وجدان. لكن الصومال ما تقبل السوري، لكن الصومال شنو بيها؟ الصومال اصلا يتم من الجوع. ولكن احنا ما احنا زعلانين. ليش؟ لانه احنا مؤمنين بأن هناك يوم تجتمع فيه الخصوم عند الله سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم في يوم آخر، يوم ك50,000 سنة مما تعدون. هذا اليوم يأخذ كل ذي حق حقه ممن ظلم. يعني اليوم أنت ما تنقذ السوري ولو بكلمة ولو بمساعدة، ما في مشكلة. ما احنا طمعانين بشيء منك، ولكن انك تقبل العالم كله والسوري ما تقبله. ليش؟ على كل حال الايام دول، ومثل ما يقول هذاك الدنيا تبرم، الدنيا فتلي من قول هذاك الرجل. راح تبرم الدنيا وتتغير. على فكرة البارحة السعودية تستقبل نيمار اللاعب الرياضي ملايين الدولارات، فات عليهم على بلاد الحرمين وحاط الصليب، دليل انه انا كلكم على بعضكم ماني شايفكم، انا صليبي شايل الصليب، استقبال الملوك بالدولارات، بينما الشيوخ والدعاة بالسجن. طبعا ما نستغرب. هذا شنو يعني؟ هذا ماذا يعني؟ يعني هذا في النهاية أنتم تتجهون إلى الفقر وإلى المجاعة، لأنكم لا تقدرون قيمة النعمة. ليش الصومال ما تستقبل السوري؟ ليش؟ مع أن الصومال بيوم من الأيام كانت تدفع زكاتها للسعودية، كانت أغلى بلد بالعالم، واليوم ميتة من الجوع، فوقها ما يرضيان بالسوريين، والسعوديين أيضا جايكم الدور. بس هل كلام أنا كله لا أتكلم به؟ ليش السوري يعني ما حد بده؟ لا تريد السوري، الله موجود. احنا اذا ما اخذنا حقنا بالدنيا ناخذه يوم القيامة. والحمد لله وين ما رحنا ما احنا محتاجين لا مساعدة حدا ولا، انما ناكل لقمتنا بتعبنا بعرق جبيننا. فاقول للعرب والامم العرب، بعندنا مثل يقول يجي حبك على الطاحونة، يجي حبك. اليوم المانيا والدول الأوروبية كلها فاتحة أبوابها لكل من ظلم بالعالم، وأنتم تغلقونها.
حسبنا الله عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبئس القوم أنتم.